صاحب حماية واللي حصل منهم الاتنين عمره ما يتنسي أبدا، وكان بالنسبة لي أكبر مفاجأة. صاحبة القصة بتقول: اسمي عايدة، عندي 25 سنة. اتأخرت في الجواز لأني كنت مخطوبة لابن خالي بقالي أكتر من 8 سنين. وطبعا عندنا خطوبة الأهل بتبقى مختلفة، ما ينفعش أبدا إنك انت تستغني عنها بكل سهولة، لازم بتطولي بالك. خطبني وأنا لسه عيلة في أولى إعدادي، وطبعا كنت لسه معرفش حاجة في الدنيا، لا يعني ايه حب، ولا يعني ايه شخص أكبر منك بأكتر من 10 سنين يبقى خطيبك، ولا يعني ايه مستقبل ولا جواز ولا حاجات من دي. كنت فرحانة بالذهب وبالفستان وباللبس وبالحاجات الحلوة اللي كان جايبها لي، وإن الطبيعة زي ما بشوف حواليا وبس. وطبعا والدتي كان ليها الغاية للموضوع، هي والدي، لأن كان في الوقت ده متقدم لي أكتر من شخص، مع رغم إني كنت صغيرة لسه في أولى إعدادي. كانت رجلي شايلاني بطريقة جامدة، وما تقولوش منحوتة نحتة ملهاش حل. وكنت جميلة جدا لدرجة إن أنا كنت مدارية على إخواتي البنات الأكبر مني، فعشان كده قالوا إيه، نخلوها تنخطب عشان ما توقعش العرسان من قدام إخواتها. كنت طبعا أنا مش فاهمة حاجة، ولأن ده قريبنا ومعرفة يعني، فطبعا قالوا اللي نعرفوه أحسن من اللي ما نعرفوهوش. ما تقولش يعني بيبيعوا له قطعة أرض ولا بيت، وأنا ما كنتش أعرف أي حاجة، بني آدمة لسه عيلة ما تفقهش أي حاجة في أساسيات الحياة. اتخطبت وفضلت بعد ما عرفت وعيت لعقلي، بعد كان كذا سنة يعني 3 4 سنين. الطريقة وحشة، الأسلوب وحش، التعامل صعب جدا. أم- أما يكون عارفين انتوا التواصل لما يبقى في شخص مرتبط مثلا بحد تاني، وبيحاول يوصل له مثلا حاجة هو عايز يقولها، أو عايز منه حاجة معينة. الحاجات اللي بتبقى بين المخطوبين دول، التعود والتعارف والقرب وتخطي المسافات والحاجات الكتير دي، ما كانش بيعرف يتعامل بسلاسية. كانت كل حاجة عنده كده بطريقة مباشرة زيادة عن اللزوم، لدرجة إن أنا قرفت وما بقيتش أطيق أصلا القعدة معاه لوحدنا. وبقيت طول الوقت بحب أقعد وأهرب في وسط أهلي لما كان بيجي اليوم اللي كان بيجي فيه في الأسبوع. ومرة في مرة ووقت في وقت وشهر في شهر بقيت كل شوية أرفض الموضوع وأكبر الموضوع وأقول إن أنا مش عايزاه، ولكن كنت بلاقي رد وحش جدا من أبويا. أبويا راجل صعب ومن الناس القديمة جدا، اللي فيه يعني فهم إن ده شيء أنت حباه أو مش حباه، أو شخص عايزاه أو مش عايزاه. طريقته طريقة من الناس البدائية بتاعت زمان، اللي هو كده وبس، وده اللي أنا عايزه وده اللي أنا شايفه. لكن عمره ما فكر إن أنا مادام أنا مش عايزة يبقى مش هقدر أكمل، مفكرش في كده أبدا. المهم عايزة أقول لكم إن فضلت على كده أكتر من 5 6 7 مرات. وفي يوم خلصت الثانوية العامة بتاعتي وجبت مجموع عالي وكويس، وأنا طول عمري كان حلمي أخش كلية الهندسة، بس هو كان رافض والدي بسبب إن أنا عايز أسيب خطيبي، فشرط عليا وقال لي لو عايزة تكملي تعليمك. وطبعا كنت الكلية بتاعتي كانت سفر، وكان لازم أقعد في بيت طلبة. لو انتي عايزة تكملي في دراستك وتكملي تعليمك لازم تكملي في الخطوبة دي، لأن أنا شايف إن ده شخص مناسب وانت لسه متعرفيش مصلحتك. فلقيت إن أنا بتقايض النهاردة علشان خاطر إن أنا أكمل دراستي ومستقبلي، أو إن أنا أسيب الإنسان ده وأتخطب برضه لحد تاني مش حباه، وهكمل برضه مع حياتي، لأن الشخصية اللي أنا عايشة معاها دي ممكن تخليني أسيب الحياة كلها، مش هتجوز واحد مش عايزاه. فاضطريت إن أنا أسايس أموري وأسايس خطيبي وأمشي حالي لما أخد ال4 سنين بتوعي. وفعلا كان في الفترة ديت بيحاول يحسن من نفسه، لكن الطبع بيغلب التطبع. كان بيحاول يجيب لي مصاريفي، هدية، لبس، خروج، سؤال عني، يبعت لي فلوس مثلا لما احتاج هناك، رصيد، غير لي التليفون،
الحاجات دي كلها. أنا مش ناكرة إن هو كمنتج، إن هو منتج هايل، ما كانش بيخليني عايزة حاجة، لكن الحقيقة اللي جوا كل ست، والحقيقة اللي كل ست بتبقى محتاجاها، وأي ست في الدنيا بتبقى محتاجة رقم واحد: الرجولة. الرجولة اللي هي تحس إن في راجل محتويكي وفاهمك ومقدرك، وإنه يكون راجل ذكي وبيعرف إزاي إنه يوصل لإحساسك من جوه، وتبقي حاسة بيه وقلبك مرتاح ونفسيتك راضية. رقم 3: إنك دايما تحسي فيه بالشهامة وعزة النفس، وإنك يوم حتى ما تقوليله إن أنا مش عايزاك، وتأكد من كده إنه مش هيكمل معاكي لإنه راجل، فتقدري دايما تحافظي على لسانك وعلى الكلمة الحلوة والكلمة الوحشة اللي انت ممكن تخرج منك وتدمر كل اللي بينكم. ما كنتش بشوف فيه كل الحاجات دي، كنت دايما بشوفه شخص مستهتر وما بيعرفش يفكر ومش ذكي وما عنديش أسلوب إدارة في الحياة، ولا أسلوب في التفاهم معايا، ولا حتى أسلوب في التفاهم مع الأشخاص. كان غصب عني لأن أنا طبعي مختلف، فما كنتش عارفة أتأقلم معاه نهائي. كملت ال4 سنين بتوع الكلية، وبعد ما خلصت بعد آخر سنة قررت إن أنا أنفصل عنه. وده كان قراري لأول مرة بشدة وبحسم وبقوة. وعشان الموضوع ينتهي، والدتي أخدت كل الدهب والحاجة بتاعته وودتها له البيت، وقررنا إن احنا لازم نخلص من الموضوع. في الوقت ده أنا كنت متعرفة على شخص معايا في الكلية، كنت معجبة بيه جدا جدا، نفس تفكيري، ليه طريقة حوار اللي يشوفه يحبه ويحترمه ويقدره، ذكي جدا، بيعرف ازاي يحتوي الشخص اللي قدامه، بيعرف ازاي يفهمني ويفهم انا عايزة ايه من غير ما اتكلم، فيه الرجولة والشهامة اللي انا كنت محتاجاها. كل الحاجات دي انا شفتها فيه، حبيته جدا وعشقته. وجه البيت عشان يتقدم لي. يوافق والدي بسهولة؟ لا طبعا. ازاي يوافق والدي بسهولة؟ ازاي يوافق ان انا اكون سعيدة ومبسوطة ويكون ليا رأي وشخصية؟ ازاي؟ هو راجل طول عمره دايس على شخصية والدتي وبيبهدلها وبيزعلها وعايز يعمل فينا كده، وعمل كده في أختي الكبيرة فعلا، وسيطر عليها وخلاها تتجوز شخص مش عايزاه ومرتاحوش، وفي الآخر انفصلت عنه، وفي الآخر اضطرت تتجوز شخص تاني، ولاده معاه ومراته متوفية وشايلة معاه مسؤولية، ومفيش بينهم أي حب ولا أي تفاهم، ولا عايز حتى يعيش معاها، طول الوقت مسافر. كان عايز يجني عليا زي ما جنى عليها. طيب اتقدم لي الشخص ومعاه والده ووالدته وأخته وأخوه، وجولنا وجايبين حاجات حلوة كتير، وداخلين عليا دخلة تشرف وتشرح القلب. وهو داخل كده لابس ومتشيك زي البدر، يعني جسم رياضي وسيم زي القمر، ذوق محترم تقيل بيفهم، شيك، متعلم، حاجات كتير جدا. هو في مخلص كلية هندسة زي. طبعا قعد يطلب منهم طلبات كتير، تجيبوا كذا وكذا وكذا والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وفي الآخر اعترض معرفش عشان خاطر حاجة تافهة وما كملش الجوازة ومشيوا، واضطريت ان انا اواجه المأساة معاه من اول وجديد، واتكلم واحاول، وطبعا ما قدرتش. واللي كان ليه الفضل ان الامور تمشي كان خطيبي، اللي هو بقى خطيبي احمد. ضغط على اهله وقال لهم هي دي الانسانة اللي انا هتجوزها وهكمل معاها حياتي، وان من غيرها لا يمكن اكمل حياتي ابدا. طبعا مع ضغط احمد بقوة، وان انا هسيب لكم الحياة كلها وهسيب لكم الدنيا وحاجات كتير، وكان هو اول فرحتهم والكبير، فكانت والدته بتحبه جدا من اسلوبه الراقي ومعاملته الحسنة، فقدرت ان هي تسيطر يعني على والده. وفعلا جم وخضعوا لكل شيء كان والدي عايزه، ومشيت الدنيا وعملنا حفلة خطوبة بسيطة عشان ما يبقاش فيها أي تكاليف عليه. وطبعا هو أصلا بابايا من نوع النكدي اللي ما بيحبش الضيوف وما بيحبش الفرح وما بيحبش الدوشة، الشخصية يعني والدتي لازم تخش الجنة في الآخر بسببه.
فبعد كده اخويا اتجوز، كان جايب لي واحدة بقى ايه، شبه بابا بالظبط، ملهاش شغلة غيري. اكلت امتى، شربت امتى، رحت فين، جيت منين. طبعا في الوقت ده انا كنت مخلصة الكلية بتاعتي وطول الوقت في البيت، واخويا طبعا لازم يرضي ست الحسن والجمال ويزعل ماما، قسم لي الشغل انا وهي، وقال لي انت تساعديها، انت تشتغلي، تطبخي وانت تغسلي المواعين، انت تغسلي المواعين والاطباق وتروقي البيت وانت تطبخي الاكل، انت تعملي الفطار وانت تعملي الغدا. بقت الحياة جحيم اكتر ما هي. ما بقتش قادرة استحمل. كنا متفقين على خطوبة اكتر من سنة ونص. بعد كده قلت له ان انا مش قادرة استحمل، وان انا راضية باي حاجة تعملها وتجيبها، ولكن خلاص كده. لدرجة ان انا خلال الكام شهر اللي هو حاول يرتب نفسه فيهم اضطريت ان انا اطلع اشتغل. وهنا كانت الرجولة والاحساس والشهامة اللي انا كنت بدور عليها. اما استنجدت بيه وقلت له ان انا مش قادرة اعيش في المكان ده بسبب المشاكل طول الوقت اللي فيه ونفسيتي، وقف وقفة راجل. وبعد 3 شهور بس كان الفرح جاهز، عمل لي العفش بتاعي ووضب لي الشقة بتاعتي، وبرضه عمل لي أحلى فرح وشرفني وفرحني. وهو ده اللي الست بتبقى محتاجاه. وبدأت حياتي مع أجمل إنسان في الدنيا. أكدب عليكم وأقول لكم كل حاجة كانت متوفرة؟ لأ طبعا. كان داخل الفرح وهو حرفيا سالف كل الفلوس، وطالع من الفرح عليه فلوس لكل الناس. مسبتوش ولا اتخليت عنه، نزلت ودورت على شغل واشتغلت، وكنت حامل وبشتغل وبحاول بكل قوتي ان انا اثبت لباباه ومامته وكل الدنيا ان كان اختياره صح وظنه كان في محله. ووقفت جنبه وفضلت اشتغل لحد ما جه يوم ميعاد الولادة. وبعدها طبعا اضطريت غصب عني ان انا اقعد علشان خاطر البيبي اللي محتاج رعاية. وكان هو كفاءة، وربنا يخليه يا رب وما يحرمنيش منه. جبت منه دلوقتي ولد وبنت. ولكن بعد كده الفرحة ما كملتش، والدنيا دايما ما بتديش الشخص كل شيء، وكانت دايما مخبيالي اللي أنا ما كنتش أحب أشوفه فيها أبدا. في يوم وهو راجع من السفر، لأنه بيسافر شغله 15 يوم وبيجيلنا بس 3 أيام، وهو جاي الأتوبيس اللي هو راكبه يعني حصلت له حاجة على الطريق واتأذى فيها. وطبعا بعديها بقت عنده مشكلة في رجليه، ورجليه دي محتاجة فلوس كتير جدا، وغصب عننا وعن أهله المصاريف كتير ومسؤولية 2 أطفال. ووالده كان بيعمل كل اللي ربنا يقدره عليه، ووالدته ست كبيرة، وأخوه كان لسه بيدرس مينفعش يتخلى عن دراسته. اضطريت أروح لوالدي وأطلب منه جزء يعني من المساعدة. هو عنده أرض كتير جدا، وطبعا عنده بدل البيت 3. فطلبت منه مبلغ من المال، قلتله قدره سلف، ولو ما قدرتش أرده قدره إن هو من حقي بعد عمر طويل ليك، وبعدين حقي إن أنت تساعدني مادام قادر. طردني وزعلني يوميها، وزعقلي وقالي انت ملكيش عندي حاجة، وده حياتك واختيارك وانتي اللي لازم تختاريه. طبعا في الوقت ده عايزة أقولكوا آه كان يعني خاطري برضو مكسورة، نفسيتي زعلانة جدا، ولكن ما كانش عندي أي اختيار تاني إن أنا ممكن أعمله غير إن أنا أفكر أنزل أشتغل. اضطريت أسيب الولاد معاه في البيت هو وحماتي، وبدأت أنزل أشتغل. اشتغلت في مكتب يخص طبعا الهندسة وكده، بس كنت تحت التدريب، وطبعا كان المبلغ اللي باخده مش كبير. وفي يوم اضطريت إن أنا أقدم على سلفة، ودخلت للمدير واضطريت إن أنا أحكي له ظروف وظروف جوزي وظروف حياتي، وإن أنا عايزة أقف جنب جوزي بأي شكل. وطبعا هو هنا اتأكد إن أنا بحب جوزي جدا، وطلب مني مقابل المبلغ اللي انت هتطلبيه الكبير ده حاجة واحدة بس، تيجي تخلصي معايا شغل في البيت بعد ما تخلصي، وساعتها أقدر أديكي اللي انت عايزاه. طبعا انتوا فاهمين كده الوضع ماشي ازاي. طبعا زعلت جدا لأن صاحب الشغل ده كان صديق لحماية، وحماية اللي كان جايب لي الشغل أصلا. ولما روحت وقعدت واتكلمت مع حماية وصارحته، وقال لي يعني يا ريت ما تحبكهاش قوي، مشي الدنيا. وشفت من حماية حاجة صعبة جدا عمري ما تخيلت إن هي تكون موجودة، وبدأ يعمل يعني شوية حاجات كده غريبة.
طبعا اتصدمت ورد فعلي كان قوي، ولكن طبعا بعد كذا يوم حالة جوزي اتدهورت شوية، وحماية تهمد ما يعمليش حاجة وما يساعدش ابنه كمان. في الوقت ده ما كانتش حماتي في ايديها اي حاجة، اضطريت ان انا اروح اقدم الشغل اللي في البيت، والمقابل اني اخدت مبلغ كبير جدا. ومن ساعتها وانا حاسة ان انا مش عايزة اعيش على الدنيا، وحاسة بالذنب من ناحية جوزي جدا. وفي نفس الوقت ما كانش عندي حل تاني، وافقت عشان اعمل له العملية في رجليه ويرجع زي ما كان الاول، لان حرفيا انا كلي فداه، مش زعلانة، لان الحب عطاء وتضحية. لكن قولولي، انا عايزة اعرف بصراحة، اللي انا عملته ده كان صح ولا غلط؟ والفعل اللي عمله حماية كنت ممكن اتصرف معاه ازاي؟ هي دي حكايتي.